السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رمضان كريم، ان شاء الله يدخل علينا بصحه ولهنا، امين يا رب العالمين. بهذه المناسبه جبت لكم واحد ميني بيتزا ولا مملحات بلا تعب بلا تكسر الراس. واحد البيتزا تجي بزاف بنينه سهله وخفيفه خفيفه بزاف خفيفه، وما تجيكمش هذيك البيتزا اللي معجنه، تجي خفيفه لداخل وتجي طريه. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم. تبعوا المقادير وطريقه التحضير هكذا باش تنجحوا فيها. هنا اذا كنتوا تشوفوني اول مره فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم خليو لي جيم او كومنتير مشجع. نروح للوصفه نتاعنا. هنا عندي كاس تاع 220 مليلتر، ندير كاس ونص نتاع الحليب يكون دافي، نضيف معاه ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز ونصف ملعقة ولا ملعقة صغيرة نتاع السكر، نخلطوهم مليح. ومن بعد نضيفو كاس نتاع الفارينة ونخلطوهم مليح ونخليوهم يخمروا تقريبا واحد 10 حتى ل4 ساعة، 10 دقائق حتى 4 ساعة. يعني مخليوهاش تخمر بزاف بزاف تحسوا العجينه نتاعكم ولا هذا الخليط هنايا كما راكم تشوفوا فيه شويه يكون راهو ليكيد ولا كما نقولوا جاري. مازال ماشي شاد روحو. كي نخلوها تخمر راح نحسوها ولات لنا كريميه، نغطيوها ونخليوها في مكان دافي كما قلت لكم مده 10 دقائق. هنايا بعد ما جازوا هذوك 10 دقائق شوفوا يعني القوام تاعها كيفاش راه. القوام تاعها نلقاوه يعني ولا لنا شويه ثقيل ولا كريمي. هنايا نخلطوها نحطوا لها هذيك الخميره شويه. واش نجي ندير هنايا يعني هادو لمسات اضافيه تقدروا تستغنوا عليهم، اللي هي كميه نتاع الزعتره يابسه اللي كنت فتتها هكذا شويه بيدي، ونصف ملعقه صغيره نتاع ثوم مرحيه. انا تقدروا تستغنوا عليهم كما تقدروا تخليوهم، راح يعطيكم واحد الذوق بزاف هايل. عندي ملعقه صغيره نتاع الملح، وعندي 4 ملاعق نتاع زيت الزيتون ولا زيت عادي، يعني اذا ما كنتوش ما تفضلوش زيت الزيتون تقدروا ديروا زيت عادي نباتي. ديروا 4 مغارف نتاع زيت نباتي اللي هما 4 مغارف كبار. وهنايا نضيف كاس نتاع الفارينه الاول. هنا اذا حبيتوا يعني الكميه بالكاس كنت درت الكاس الاول تاع الفارينه، الكاس الثاني ومن بعد ضفت كاس نتاع سميد يكون رطب. هذا الكاس نتاع السميد واش راح يعطيكم البيتزا نتاعنا ما راحش تجينا طلقه روحها بزاف، راح تجي شاده روحها وتجينا بزاف خفيفه. هنايا ضفت الكاس نتاع السميد ومن بعد ضفت الكاس الثالث تاع الفارينه. هنايا القوام تاع العجينه نتاعنا كيفاش يكون، ما تخليوهاش يعني ما تلموهاش شاده روحها، لموها تتلاصق في اليد. العجينه نتاعكم تكون تتلاصق في اليد كما نعرفوا السميد يشرب، وكي نخلوها ترتاح راح يشرب لنا هذاك كما تكون يعني تتلاصق، ومن بعد كي نخليوها ترتاح راح تشد روحها. هنايا ضفت الكاس الثالث تاع الفارينه، يعني درنا 3 كيسان فارينه وكاس نتاع السميد، نحيو هذاك الزائد نتاع العجينه اللي راه في يدينا. ومن بعد هنا واش ضفت حسيتها مازالت شويه يعني شويه طريه، ضفت لها تقريبا واحد الملعقه نتاع الفارينه. وهنايا الفارينه تتغير حسب النوع نتاع الفارينه نتاعكم، تقدر تكون تشرب كما تقدر تكون ما تشربش. لميت العجينه نتاعي ودهنتها بشويه نتاع الزيت ونخليوها ترتاح حتى تخمر ويضاعفنا الحجم نتاعها. هنايا كيما تعرفوا العجينه نتاعنا راهي خمرت لنا في الاول، هنا غير يعني غير نلموها ونخليوها ما راحش تشد لكم كامل الوقت وراح تخمر لكم تمتم. نغطيوها ونخليوها ترتاح. هنايا بعد ما خمرت لي العجينه نتاعي نحطوا لها هذيك الخميره. واحد العجينه تجي بزاف خفيفه هايله، يعني تقدروا هاد البيتزا تقدروا ديروها في مناسبات، كما تقدروا ديروها مملحه، تقدروا ديروها مع الشوربه في رمضان ولا مع لي سوب كما تحبوا. هنايا بعد ما حطيت لها هذيك الخميره حطيت شويه نتاع الفارينه باش ما تلصقليش العجينه نتاعي، ونجيو نقطعوا دوائر. هنايا انا الدوائر هذوك درتهم شويه صغار. نتوما يعني تجيكم الحبه متحوفه وشابه، اذا حبيتوا ديروهم اكبر من هذوك كما تقدروا ديروهم اصغر من اللي درتهم انا. هنايا نقطعوا
العجينه نتاعنا هكذا، ونجيو نديرو هكذا دوائر. واذا شفتوا العجينه نتاعكم حسيتوها شويه كبيره تقدروا تنقصوا لهم، كما اذا شفتوها شويه صغيره تقدروا تزيدوا لها شويه نتاع العجينه. هنا انا هذا هو وزن تاع الكوريه اللي راني حابه نخدمه. نتوما كيما راكم تشوفوا يعني تبان لكم الحبه كبيره في الكاميرا، لكن راهي مليحه صغيره، تقريبا واحد 40 غرام هكذاك. هنايا حطيت صينيه نتاعي نحط فيها بابي كويسون ولا ورق الطهي، ونحطو الحبات نتاعنا ولا الكريات نتاعنا نجوزوهم في يدنا على الفرينه باش ما تلصقناش كي نكونوا نضغطوا عليها بالكاس، ونحطوا الحبات نتاعنا ولا الكريات نتاعنا. ومن بعد تجيبوا يعني الكاس ولا واش يكون عندكم، وتجو هنايا يعني تضغطوا على العجينه نتاعكم، راح تعطي لكم هذا الشكل. اذا شفتوا بلي العجينه نتاعكم راهي تلصق تقدروا تعاونوا روحكم بشويه تاع الفرينه ترشوها فوق هذيك الكريات، وتجيو تضغطوا عليها بهذا الشكل حتى تحصلوا على هذا الشكل الشباب الهايل. مام الحبات نتاعكم كي يطيبوا راح يجوكم بزاف شابين. هكذا نضغطوا عليهم مليح. انا حطيت هنايا كما قلت لكم رشيتهم بالفرينه، ونجي نضغط عليهم كامل بنفس الشكل. بعد ما نكملوا نضغطوا عليهم، انا كانت عندي صلصه طماطم كنت موجدتها من قبل. نتوما صلصه طماطم اللي كانت عندكم يعني اللي تديروها وتجيكم شابه ولا تجيكم بنينه تقدروا تحشيو بها هاد الميني بيتزا نتاعكم. هنا قبل ما نديروا صلصه طماطم جبت فرشيطه يعني وتقبت هذوك الحبات نتاعنا باش ما ينتفخوناش في الوسط، ونجيبوا كميه من صلصه الطماطم ونجيو نحطوها في الوسط، هذاك الوسط اللي ضغطنا عليه بهذا الشكل. انا صلصه الطماطم كنت درت يعني درت الثوم البصل و 3 حبات يعني 3 حبات صغار تاع طماطم ولا طوماطيش، درت زعتره الملح وزيت وفلفل كحل، هذا ما كان، وخليتها طابت حتى شربت لي كامل هذاك الماء نتاعها، وجي طفيت لها. هذا ما كان نحط هنايا، انا حطيت هنايا يعني زيتون اخضر زيتون اسود وطون وحطيت جبن مبشور. نتوما واش يكون عندكم يعني تقدروا ديروا فلفل اخضر، تقدروا ديروا البصل، تقدروا ديروا في بلاصه يعني الطونه تقدروا تعوضوه بالفيوند هاشي ولا صدر الدجاج مفروم، كيما تقدروا ديروا اي حاجه تكون عندكم. انا كما قلت لكم درت هنايا طونه، ودرت بعد ما كملت حطيتها ضفت كميه تاع الجبن المبشور من الفوق. انا كنت سخنت الفرن تاعي على 180 درجه، خليته يعني ماشي 180 200 درجه، خليته سخن مليح. ومن بعد حطيت الحبات نتاعي تاع البيتزا يطيبوا، ما نخليوهمش يخمروا. هنا غير نكملوا البيتزا نتاعنا ندخلوهم يطيبوا مباشره. بعد ما تتحمر لي من تحتها وتاخذ لي هذاك اللون ذهبي من تحتها، نشعلوا لها من الفوق ونخليوها تتحمر شويه حتى طيب لنا من الفوق ونطفيو لها. اذا كان الفرن تاعكم يشعل من الفوق ومن تحت ما عليكم غير تشعلوا لها من الفوق ومن تحت وخليوها طيب لكم مليح. وهذه هي البيتزا نتاعنا. انا راح ندخل البيتزا نتاعي طيب ونعاود نولي لكم. وهذه هي البيتزا نتاعنا بعد ما طابت. شوفوا الشكل تاعها شحال يجي شباب، والذوق نتاعها واش نحكي لكم تجي بزاف بنينه. هذاك الكاس السميد اللي درناه راح يدير يعني يعطينا فرق بزاف كبير. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه تاع اليوم وتنال اعجابكم، على بالي بلي راح تعجبكم بزاف. هنا خليوها طيب مليح في الفرن باش طيب لكم مليح وتجينا محمره وتجي بنينه. هنا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها في الوسط كيفاش تجي خفيفه، تجي بزاف هايله. شوفوا الشكل تاعها لداخل كيفاش تجي، وهذيك الريحه نتاع الثوم المرحيه اللي درناها وهذيك الزعتره راح تجي بزاف هايله، فيها واحد الريحه واش نحكي لكم تشهي. ان شاء الله تعجبكم وجربوها، يعني راح اكيد 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 راح تعجبكم. انا مبقى لي غير نقول لكم جربوا الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، واذا عجبتكم ما تنسونيش بجام وكومونتير مشجع هكذا باش نعرف بلي عجبتكم الوصفه ويطلع لنا لا فيديو تاع نهار اليوم. انا مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، مع السلامه.